في خبر عاجل الآن، توفي اليوم الاثنين بمثل غانم أيقونة الأغنية البدوية الوهرانية عبد القادر الخلي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 67 عاما. وبرز الراحل في سماء الفن الجزائري مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي بأدائه للأغنية البدوية الوهرانية التي استطاع من خلالها فرض نفسه في الساحة الفنية الجزائرية، إذ أدى أغاني لكبراء الشعراء الملحنين كما كتب كلمات الكثير من أغانيه. وشارك الخلي في بداياته في البرنامج الفني ألحان وشباب، لتنطلق مسيرته الإبداعية تدريجيا حيث تميز رفقة فنانين آخرين. وعرف الراحل أيضا عبر شاشة التلفزيون من خلال مشاركته في العديد من الحصص والبرامج الفنية، كما غنى في العديد من المهرجانات الوطنية ومن أغانيه الشهيرة يما يا بويا. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لتصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.